فيلمنا بيبدأ مع فار صغير اسمه ريمي، زيه زي اي فار بيحب الاكل جدا، عايش حياته علشان ياكل وبس. لكنه عنده ميزة تانية مش عند اي فار تاني، وهي انه بيعرف مكونات اي اكلة مش بس من طعمها، لا ده من ريحتها كمان. الحاجة اللي كل مرة بتبهر ايميل اخوه اللي بيزلط اي حاجة لا فارق معاه طعم ولا ريحة ولا لون، كله على البلعوم على طول. لكنها عمرها ما ابهرت ابوهم اللي شايف انها موهبة تافهة زيها زي انك تحرك ودانك كده من غير ما تلمسهم مثلا. لكنه بيغير رأيه بمجرد ما ريمي شم ريحة سم فران في بواقي التفاحة دي اللي بابا كان لسه هياكلها، واكتشف ان البشر سمموا كل فضلات الاكل دي علشان يتخلصوا منهم، الحاجه اللي انقذت العشيره بالكامل من الهلاك. واخيرا بابا اعترف بموهبته الفذه دي، ومش بس كده لا ده كمان جاب له شغلانه مناسبه جدا لموهبته دي. والشغلانه دي للاسف مش فود بلوجر وتعالى يا احمد، لا ده عينه شمام سموم للعشيره. ومن ساعتها والعشيره كل مدى بتكبر، محدش منهم بيموت مسموم زي زمان، الحاجه اللي حولت ريم الفخر العشيره. ودي حاجه مفروض انها تبسطه وتشرف اي فار، لكنه ما كانش مبسوط على الاطلاق لا بشغلانته دي ولا بحالهم بوجع عام، اللي هو طالما سرقه بسرقه يبقى ليه ما نسرقش من مطابخ البشر وهو نضمن اكل نضيف وكمان مش متسمم. بس بابا شايف ان دي مش سرقه لانهم راميينها، وكمان البشر مش امان علشان نقرب منهم حتى لو حسينا بالامان من ناحيه. طب طالما مش سرقه ومش عاوزينها وراميينها ليه بيسمموها؟ وطبعا محدش فيهم عارف يقنع التاني بوجهه نظره. وريمي من جواه حاسس ان بابا بيخدعه، لان البشر واضح انهم افضل منهم في كل حاجه، مخلوقات مش عايشه كده وخلاص، لا دول بيكتشفوا وبيخترعوا، مش اهم حاجه عندهم كرشوم زي عشيرته كده. وطبعا الكلام ده انا بستثني منه نفسي. واختراعات البشر مش بس في مجالات الحياه، لا ده كمان في الاكل بيتفننوا فيه بوصفات كل واحده ألذ من التانية. عشان كده جرب انه يعيش زي البشر ويجرب اول وصفه ليه بحته المشروم اللي لقاها دي، واللي هيساعده طبعا ايميل اخو اللي بالصدفه بيلاقي معاه حته جبنه شيدر اللي بيها يقدر يعمل وصفه احلى واحلى. بس المشكله ان مفيش فرن حواليهم، لكنها بتتحل بمجرد ما بيشوف المدخنه اللي فوق البيت ده، وعليها بدا يسوي اكلته. ايميل يقول له انجز العاصفه قربت والدنيا هتمطر، ده غير ان بابا كمان زمانه قلقان علينا علشان ما روحناش لحد دلوقتي. وبالفعل فجاه جت صاعقه ضربتهم فقعوا على تحت بالاختراع اللي ريم عمله ده، اللي بمجرد ما بيدوق بيلاقي ان طعمه احلى بمراحل مما كان متوقع او كان راسم في خيال. ناقصه بس رشه بابريكا اللي طبعا مش موجوده حواليهم، لكنها اكيد موجوده في مطبخ البشر. فدخلوا على المطبخ وبدا ريمي يدور على البابريكا، وايميل طبعا خايف لصاحبه البيت تشوف. بعدين اصلا انت عرفت البابريكا والحاجات دي منين؟ فورى له كتاب جوستو، اعظم شيف في العالم، اللي بالصدفه كان بيقدم برنامجه المعتاد في التلفزيون، وريمي من وقت للتاني بيجي هنا يتفرج عليه ويندمج معاه. لكنه بيكتشف للاسف انه مات بعد ما مطعمه خسر النجمه بسبب ناقد الطعام عمرو بيلا، اقصد انطوان ايجو. الحاجه اللي صدمته جدا، لكنه بيفوق من الصدمه على الست صاحبه البيت اللي صحيت فجاه من النوم، وبسرعه جابت البندقيه وحاولت انها تصطادم، لكن هروبهم منها كان اسرع منها. والعبيطه خلال محاولاتها دي حرفيا دمرت البيت بالكامل، ومع ذلك ما صابتش ولا واحد فيه. وبسرعه وخلال ما هي بتعبي البندقيه، ايميل سحب ريمي ودخلوا على السقف من قبل ما تضربه من تاني بالبندقيه، وواحده واحده السقف بدا يتشقق لحد ما بيقعوا. وبنكتشف ان العشيره اصلا كانت عايشه في سقف بيت الوليه دي طول الوقت. وبسرعه بوم قائد العشيره امر باخلاء المكان، وبالفعل الكل اخلى البيت على مراكب الهروب، ما عدا ريمي الوحيد اللي كان كل همه هو انه ياخد كتاب جوستو لانه ما كملش قرايه. وبالفعل اخده في اخر لحظه قبل ما الست الاوفر دي ترشه بالمبيد الحشره بقناع كورونا اللي لابساه ده. والعشيره كلها هربت ما عدا ريمي الوحيد اللي اتاخر، وما كانوش يعرفوا اصلا انه مش موجود معاهم من الاول. وحاول انه يلحقهم، لكن الست الاوفر دي ضربت عليه رصاصه نطرته لورا وبعدته عنهم، لكنه كمل وعافر لحد ما دخل ماسوره الصرف وفلت منهم، لكنهم بيكونوا خلاص بعدوا عنده بمسافه كبيره. وفوق كده كمان الماسوره كان لها فتحتين وما يعرفش انهي واحده فيهم بابا والعشيره عدوا منها. فقال حادي بادي كرومب زبادي، شالوا وحطوا كل على دي وبيختاروا انه يمشي شمال. لكن طبعا كلنا عارفين ان الشمال اخرته توهان وغرق، وبالفعل ده اللي حصل معاه. وفضل الصرف يسحبه وهو متعلق في كتاب جوستو لحد ما في النهايه بيوصل لركنه كده جوه المجال، ركنه ما فيهاش اي حد من عشيرته ولا اي صوت لاي كائن حي غيره على الاطلاق. فقعد يقلب في الكتاب ويسلي نفسه، وطبعا كل ما يشوف صوره اكل عصافير بطنه اتزقزق من شده الجوع. وفجاه جوستو اللي في الكتاب قال له طب ما يا اسطى طالما جعان روح دور على اكل، ايه السلبيه اللي انت فيها دي؟ ريمي رد وقال له سلبيه ايه يا غالد؟ انا فقدت اخويا وابويا والعشيره كلها وغالبا كده للابد. فقال له طب ما ايه يعني، ما انت لو فضلت عايش كده في الماضي عمرك ما هتشوف مستقبلك اللي مستنيه. ريمي اقتنع بكلامه وبالفعل ساب الكتاب وطلع على المواسير لحد ما وصل لمطبخ شقه كده لقى فيها بواقي عيش فينو، فشمر وسمى لو لسه هيزلط لقى جوستو طالع له بيقول له انت بتسرق؟ فقال له عادي انا جعان مالك، وبعدين انت شبح اصلا، ايه العبث اللي انا فيه ده؟ فقال له بس يا ريم انت مش لسه انت طباخ، والطباخ وظيفته في الحياه هي انه يشبع غيره مش يسرق خيره. الله عليا والله حكم. ريمي تاني مره اقتنع، وخصوصا ان جوستو اقنعه ان الاكل السهل مستحيل يبقى نفس طعم الاكل اللي بتتعب فيه. ويا رب زوجته المستقبليه ما تسمعش الكلمتين دول ولا تسمع الملخص ده عموما. وبالفعل ساب الفينوهايه وكمل لفوق لحد ما وصل في النهايه للسطح، اللي بمجرد ما بيوصل له لقى نفسه ايه ده كل ده عايش تحت باريس مرآة العالم. ده مش بس كده، ده كمان لقى نفسه قدام واحد من افضل
مطاعم فرنسا واقربها القلب وهو مطعم جوستو. فبسرعه جري على هناك وما كانش مصدق عينيه انه شايف قدامه بالفعل مطبخ محترفين، مطبخ الكل شغال فيه بكل مهاره وحرفيه ما عدا واحد وبس واقف على جنب كده بيترعش زي رغيف العيش المبلول. والواحد ده يبقى لينجويني ابن ريناتا الكراش القديم والحته الطريه بتاع جوستو اللي ماتت من كام يوم، وسابت الجواب ده للشيف اوزع اللي ماسك مطعم جوستو حاليا، بتطلب فيه منه انه يعين لينجويني في المطعم. وبالفعل واحد من الطباخين كان خلاص عينه، فتعصب عليهم اللي هو انقذ دورة قدامكم، يعني ايه طباخ يتعين هنا من غير ما تبلغونا قبلها؟ فقالوا له طباخ ايه يا غالي، ده عامل نظافه عادي، يكنس ارضيه يمسح صينيه يروق طبليه كده يعني. فقال لهم خلاص لو كده قشطه. وكل ده ريمي فوق مع جوستو اللي بدا يختبروا في وظيفه كل واحد في المطبخ ودرجه اهميه. فقالهم كلهم ما عدا لينجويني اللي بالنسبه لريمي ما كانش مهم قوي، مجرد غساله صحون في المطبخ لا اكتر ولا اقل. فقال له ايوه بس ده ما يمنعش انه ممكن يطبخ، وده بالفعل اللينجويني كان بيعمله تحت من وراهم. بس في الحقيقه هو ما كانش بيطبخ، ده كان حرفيا بيعك الحاجه اللي ارعبت ريمي جدا. وبدا يصرخ في جوستو يلحق الجريمه دي ده مهما كان مطعمه، لكنه نسى تقريبا انه مجرد وهم في خياله مش اكتر، لحد ما في النهايه وقع وهو بيصرخ تحت في الحوض، فطلع منه بسرعه قبل ما يغرق فيه. وفضل يجري ويحاول يوصل للشباك، لكنه من الزحمه والحركه حواليه كان اكتر من مره هيتداس في الرجلين، ده غير انه كان هيتطبخ ويتقدم للزباين بره، لحد ما في النهايه شاف قدامه الشباك مفتوح، فجري عليه بسرعه، لكنه هو ماشي شم ريحه اشبه ما تكون بريحه سبت بصل معفن. فبسرعه رمى حبه توابل على بهارات على اعشاب خلت ريحتها وبالتالي طعمها الى حد ما مقبولين. ولسه هيمشي لقى جوستو ظهر له وبيقول له ايه بقى، فقال له ايه بقى، فقال له ايه بقى، فقال له ايه بقى، قال له مش حاسس انك عايز تجرب ولا ايه؟ وريمي بصراحه ما كانش مستني عزومه، وعلى طول وطى النار وغسل ايده وطبخ الشوربه من تاني، بس المره دي بوصفته هو، وصفه ما اتجربتش قبل كده، اللي بمجرد ما بيخلصها بيلاقي لينجويني واقف مزبهل قدامه. واللي بيقطع الازبهلال ده الشيف اوزع وهو داخل يصرخ فيهم فين الشوربه، الزباين بره بقالهم 4 دقايق بحالهم مستنيين. ريمي استغل الفرصه وحاول انه يجري، لكن لينجويني بسرعه غطاه بالمصفى. وهنا الشيف اوزع شافه وهو ماسك مرافه في ايده، فاكتشف انه كان واقف بيطبخ، فزعق فيه اللي هو كيف سولت لك نفسك ان تطبخ في مطبخي يا ولد، انت مين يا نكره وابن مين علشان تطبخ، ده انا هغرفك بالمغرفه دي. ولينجويني عمال بيبرطم والشيف مش فاهم هو بيقول ايه، لحد ما الاب يشاور على الشوربه وهي راح، وده لانه كان جربها من شويه لقاها اسوأ من عصير القصب بتاع الراجل اللي عند نفق العباسيه. والسوسيه كان اخدها علشان يقدمها مع الطلب، فجري وراه علشان يلحقه، لكنه للاسف ما لحقوه، فطلع كل غضبه في لينجويني ورفضه كمان من المطعم، لحد ما الزبونه طلبت انها تقابل الشيف المسؤول عن المطبخ، فطلع يقابلها ورجع علشان يكتشف انها مش زبونه عاديه، دي سولينا كلي. ومش بس كده، دي كمان عجبتها الشوربه اللي لما دقتها بنفسها لقيتها حاجه كده 13 خالص، فحس بمؤامره اللي هو انت مين يالا وحكايتك ايه، وكل اللي هامم لينجويني هو انا لسه مرفوض ولا خلاص. فكوليت قالت لا طبعا ما ينفعش يترفض، لان هيكون شكلنا ايه لما سولينا كلير تلاقي الشيف اللي شكرته تاني يوم اترفض. فقال لها شيف ايه يا غالي، ده حته فوطه مطبخ، لكنها عرضته لان شعار جوستو اصلا هو ان الطبخ للجميع. فاقتنع وقال لها تمام يبقى تعمل الشوربه من تاني، بس المره دي تحت عيني واشرافي. وريمي طبعا كل ده مبسوط لان شوربته عجبت حد، وبالتالي فهو حاليا يعتبر طباخ محترف. فجوستو فكروا ايه يا حبيبنا مش هنهرب ولا ايه، وبالفعل راح علشان يهرب، لكن فجاه الشيف اوزع بياخد باله منه فصرخ فار، والكل هجم عليه في محاوله منهم انهم يقتلوه، لحد ما لينجويني قدروا انه يحبسه في برطمان كده. وبمجرد ما مسكوا الشيف قال له يقتله بسرعه في اي مكان بره قبل ما حد من الزباين يشوفه والمطعم يتقفل. فجري بيه بسرعه على بره لحد ما وصل للنار، وحاولوا انه يرمي فيه البرطمان بري، لكنه صعب عليه بمجرد ما بصله بصه الخوف والرعب من الموت، فما رماهوش ورجع تاني في كلامه، وقال له انه مش عاوز يموته ولا ليه اي عداوه معاه، مع انه هو السبب اصلا في كل اللي هو فيه دلوقتي، هو اللي طبخ الطبخه اللي عاوزينه يطبخها من تاني، وطبعا مش هيعرف لان مش هو اللي طبخها اصلا من البدايه. وفوق كل ده قاعد زي المجنون بيكلم فرو كانه فاهمه، لا وكمان بيتجاوب معاه، والحقيقه اللي اكتشفها انه فعلا كان فاهمه بيتجاوب معاه. ايه ده يعني انا مش مجنون ايه؟ ريمي وقع حرفيا في الميه من فرحه لينجويني، فنزل بسرعه وانقذه، وبدا يساله ان كان هيعرف يطبخ الطبخه دي تاني ولا لا. فهزله راسه ايوه، قال له قشطه انا هخرجك دلوقتي بس احنا شركاء سوا تمام؟ قال له تمام. فبالفعل فتح له غطا البرطمان، وريمي ما صدق خد له في اسنانه وهرب بسرعه بعد ما ضحك على لينجويني، لكنه صعب عليه بعد ما عرف انه فعلا اتورط في الطبخه دي بسببه، وانه مش هيعرف يطبخها تاني من غير. فرجع تاني، ولينجويني طبعا فرح جدا انه اخيرا مشكلته اتحلت، واخد ريمي معاه على البيت اللي كان حاجه كده ايجار قديم بتمشي الدنيا، بس احلى ما فيها انها بتطل على برج ايفل من على بعد 7000 متر زي قط كده ما بتطل على الاهرامات. وتاني يوم الصبح بيصحى لينجويني بيلاقي ريمي مختفي والبيض كمان مختفي من الثلاجه، فافتكر انه سرق البيض، لكنه في الحقيقه كان بيحضر له فطار معاه على ما يقوم من النوم، ولقى ان البيض طعمه حلو قوي، قال له حطيت ايه، شاور له على الجنينه بتاعه جارتهم، فقال له لا
السرقه حرام، ما تسرقش، انا هشتري لك اي بهارات تحتاجها. ولان الوقت كان اتاخر فاللينجويني اكل بسرعه وسحب ريمي الحزين من قبل ما يلحق حتى يحط عينه البيض دي في بقه. وفي المطعم كوليت كانت بتقرا مقاله سولينا كليرو ان فعلا الشوربه كانت حاجه كده 17 خالص. ومش بس كده، لا دي كمان كريسبي من بره وجوسي من جوه، والاتيتيود بتاعها ياخدك لمؤاخذه كده في حته تانية خالص. واللينجويني بره بيحاول يخبي ريمي، مش عارف يخبيه فين، لا يعضه ولا حاجه في حته ما ينفعش انه يتعض فيها، بس طبعا مفيش قدامه اي حل تاني فاضطر انه يخبيه جواه. وبمجرد ما دخل لقى الشيف أزعة في وشه بيقول له يلا يا شاطر اطبخ لنا نفس الشوربه بنفس المواصفات من تاني. فبدا يحاول يطبخها تاني، وكل ما يحط حاجه غلط ريمي يعضه، مره في ايده مره في صدره ومره في قام بسرعه داخل على التلاجة لقى جسمه كله اتهرى عضه، وطبعا كده مش هينفع ولا هيقدروا يعملوا سوا اي حاجه، وانهم لازم يلاقوا طريقه يتواصلوا بيها سوا من غير عض. وكل ده ريمي عمال يبلع ريقه وسرحان في حته الرومي اللي قدامه دي من شده الجوع. فاداها له قال له دلوقتي انت بتعرف تطبخ وانا قدامهم شكل طباخ، فلازم نتصرف سوا والا هنضيع سوا. ومن حظه الاسود ان الشيف أزعة كان معدي من بره وسمعه بيكلم حد جوه التلاجة، فدخل وفجاه لينجويني طفى النور وفتحه تاني في لمح البصر. والشيف لمح الفار ساعتها فدخل يدور عليه لكنه مش بيلاقي له اي اثر، فخرج بسرعه وكان هيخبط في الجرسون لكنه برضه لحق نفسه بسرعه ومهاره غير متوقعه. فراح على الحمام عشان يشوف ده حصل ازاي، لقى ان ريمي بيقدر يتحكم فيه لا ارادي عن طريق انه يشده من شعره. واللي مش مصدق او مش مصدقه يا جماعه جربوا مع اي حد في البيت عادي، شغاله ومتجربه وبتجيب نتيجه زي ما انتم شايفين كده. وهنا اكتشفوا الطريقه اللي بيها فعلا ريمي يقدر يتواصل مع لينجويني ويخليه يطبخ صح وكمان من غير عضعضه. فطلعوا على البيت ولينجويني غمى عينيه وبدا ريمي يدربه بحيث انه يستجيب له على طول مع اي حركه يعمل. وبالفعل بعد اكتر من محاوله فاشله قدر ريمي في النهايه يتحكم في لينجويني بشكل كامل. ومن تاني يوم قدر وخلال ساعه واحده بس انه يعمل نفس الشوربه بنفس المقادير والطعم حاجه كده بس طبعا علشان تبقى طباخ هنا لازم تتعلم وصفات تانية غير الشوربه دي، وكوليت هي اللي هتدربك بما انها فلحوسه قوي والطبخ للجميع والكلام العبيط اللي كانت بتقوله ده. بالنسبه بقى لكوليت فكانت فيمينست درجه اولى، اللي هو تفتكر ان انا الانثى الوحيده اللي موجوده هنا في المطبخ، ها، لاننا مجتمع ذكوري متعفن فاكر ان الست اخرها تروح المطبخ وبس، لكن لا يا ذكوريين، انا اتحديت العالم كله وخرجت لسوق العمل واشتغلت وكافحت لحد ما وصلت لاعلى المراتب وبقيت شيف في مطعم، واثبتت لكل الذكوريين ان الست تقدر تشتغل وتعتمد على نفسها ومش اخرها انها تروح على المطبخ. ففوق كده وفتح دماغك وتعلم معاها بسرعه علشان مش بعد كل ده يجي عيل فسل زيك يخسرني في ثواني كل اللي حققته في سنين. وجوه في المكتب الشيف أزعة ده كان بيقلب في البريد لحد ما لقى جواب كده شكله غريب. لما فتحه لقى فيه ورقه مرعبه جدا خليته يكلم المحامي بتاعه بسرعه، اللي بمجرد ما بيوصل بنعرف انها عباره عن وصيه من الشيف جوستو ريست ان بيس، بيقول فيها ان لو مر سنتين على وفاته بدون ظهور وريث شرعي ليه فالمطعم بتاعه تتنقل ملكيته للشيف أزعة، اللي كان شاكك ان الواد اللي بره ده عارف وجاي يكوش على كله، وخصوصا ان لسه 3 اسابيع وبس على انتهاء السنتين. فالمحامي طمنه وسحب شعرايه من طربوش جوستو وقال له سيب الحوار ده عليا، هات لي انت بس شعرايه من طربوش الواد اللي بره ده وانا هجيب لك نهايه الحوار ده وهخلص لك السهرايه دي من غير ما اي حد يحس باي حاجه. وكوليت ساعتها كانت بدات بالفعل تعلم لينجويني قبل اصول الطبخ واصول ازاي انك تبقى طباخ محترف، واللي منها اختصار الوقت في تقطيع الخضار وترويق المكان حواليه وازاي يقف وهو بيطبخ بحيث انه يبقى مرتاح اكتر وقت الطبخ. والاهم من كل ده ان الوحيد اللي بيبتكر وصفات هو وبس جوستو، اما هم فيمشوا عليها بدون اي افتكاسات من عندهم. وكل ده طبعا ريمي فوق بيتعلمه اللي يعتبر الكلام اصلا موجه ليه في الحقيقه مش للينجويني خالص. وبالمناسبه الشيف أزعة كان اكتر من مره بيشوف نفس الفار لكنه بيختفي فجاه ازاي ما يعرفش وكانه بيتهياله، لكنه متاكد في كل مره انه بيشوفه فعلا. والدنيا بتمشي تمام لحد ما بيجي اليوم اللي مفيش اي حد فيهم عامل حسابه عليه، اليوم اللي فيه الزباين بدات تطلب سبيشال اوردر، حاجه مبتكره من المطعم مخصوص ما جربوهاش قبل كده. بس شيف أزعة طمنهم وقال لهم عادي يعملوا لهم اي وصفه قديمه من بتوع جوستو ما اتعملتش من زمان، لكنهم كلهم كانوا زباين عراقبه عتاقه حافظين كافه اكلات جوستو، بيسالوا يا ترى شيف لينجويني هيفاجئنا بايه النهارده. فاتعصب جدا لكنه استغل الفرصه لاظهار فشل لينجويني وقال للسو شيف يبلغهم ان الشيف لينجويني محضر لهم حاجه وراح قال له فرصتك جت يا بطل، الزباين كلها عاوزاك عاوزه من عمايل ايديك يعني، بس ما تقلقش انا في ظهرك، هديك وصفه ما اتعملتش قبل كده خالص وهي وصفه جوستو البنكرياس العجل متشوحه مع مخاصي كلب البحر، وكوليت كمان هتساعدك بما انها خبره. يلا يا كوليت الزباين بره مستنيينكم على نار. كوليت راحت جابت الوصفه لقيتها صعبه جدا بس عادي يعني طالما جوستو عملها يبقى بعون الله نقدر نعملها، وقالت له يروح يجيب حبه حاجات. وبالفعل راح بتوجيهات من ريمي ولم كل الحاجات اللي عاوزينها للوصفه ورجع بيها، الحاجات اللي ولا حاجه منهم كانت موجوده في وصفه جوستو، اللي هو ده مش وقت تاليف يا غالي، انا قلت لك مع جوستو نمشي على الوصفه وبس. ولينجويني كان مقتنع بكلامها لكن ريمي كان متحكم فيه لا ارادي لحد ما عمل صوص مختلف عن اللي هي عملته اللي تبع الوصف، ولسه هتحطها قام ريمي بايد لينجويني منعها وحط الصوص اللي هو عمله. والشيف طلع طبعا من
من جوه مبسوط ان الوصفه قديمه وصعبه وكمان طعمها وحش، لكنه بيتصدم انها عجبت الناس لان لينجويني غيرها في اخر لحظه قبل ما تتقدم. وبدات الزبائن كلها تطلب نفس الطلب لدرجه ان المطعم كله ولاول مره ما يطلبش اي طلب تاني من المنيو. ومع نهايه اليوم الكل احتفل بنجاح لينجويني ما عدا الشيف اوزع اللي بالصدفه شاف الفار تاني مستخبي في الطربوش بتاعه، فاستخبى وخطف الطربوش لكنه مش بيلاقي فيه حاجه لان لينجويني قبلها كان ساب ريمي بره يحتفل بنجاحهم. فاخدوا على المكتب جوه يحتفلوا لوحدهم بعيد عن البسطاء والمهمشين دول بما انهم بقوا شيفات كبار زي بعض. ومش بس كده، ده كمان عزم عليه بعناب احمر فاخر طعمه من الاخر بدل عرقسوس اللي بطعم الذل والهوان اللي بيشربوا بره معاهم ده. وبره وريمي بيستمتع بالاكل فجاه حس بحد بيتسحب ناحيته فطلع سلاحه واستعاد، لكنه بيلاقيه ميلا خل ما كانش مصدق انه على قيد الحياه ولا ريمي نفسه كان مصدق ان ممكن يشوفه من تاني. وشافه بياكل حاجه كده قال له ده ايه؟ قال له والله ما اعرف، ده شكلها كده حته كرتونه. فرماه من ايده وقال له ثواني بس كده هوريك اكل بتوع ايجيبت شكله عامل ازاي. ودخل جوه على التلاجة على الرغم من تحذير جوستو ان دي سرقه وان لينجويني وثق فيه الا انه ما اهتمش بكلامه. وجاب لي ايميل اكل من جوه وحاول يخليه يستطعم الاكل زيه ما يزلطوش كده على المعده على طول. لكن ايميل طبعا مع علا زي مدام علا مش فارقه، المهم ان ريمي رجع بالسلامه، ده بابا هيفرح قوي اول ما يشوفك. وعلى الرغم ان ريمي كان خلاص سيستم حياته الجديده مع لينجويني الا انه رجع تاني مع ايميل للعشير. وكل ده الشيف اوزع جوه بيحاول يخلي لينجويني يسكر علشان يطلع منه اجابات للاسئله اللي محضرها له، اسئله من نوع اتدربت فين على الطبخ، بتحب الحيوانات الاليفه، بتربي مثلا فيران بتاع، انما كل اجاباته كانت لا. لحد ما زجاجه النبيذ خلصت والشيف اوزع ما عرفش يطلع منه باي معلومه او اي حاجه عموما، فاخد بعضه ومشي وقال له ينظف المطعم كله قبل ما يمشي وما ينساش ان دي شغلته اصلا من البدايه. اما ريمي فابوه عمل له احتفال صاخب برجوعه واستقبله استقبال عبد الغفور البرعي لابنه عبد الوهاب، وبدا يحكي له عن قد ايه اتبهدله من بعده لان مفيش اي حد غيره بيقدر يكشف السموم من ريحته. بس خلاص اخيرا رجعت ولسه هيكمل كلامه قال له لا يا بابا اصل انت ما انتش فاهم، لو انت عبد الغفور البرعي فانا لن اعيش في جلباب قوي لان حاليا مصاحب انسان من البشر وكمان شغال معاه. الحاج عبد الغفور اتصدم لكنه من غير كلام قال له تعالى ورايا عاوز افرجك على حاجه. واخده على محل في دوران شبرا بيبيع سم فران ومصايد ومعلق كمان عينات كدعايه للمحل وكده، وقال له دول البشر اللي انت بتقول انهم صحابك ودي هتكون اخرتك لو حاولت انك تقرب منهم وتامن لهم. لكن ريمي برضه ما اقتنعش ان البشر كلهم مش زي بعض، وبالاخص لينجويني اللي مستحيل في يوم من الايام يعمل فيه كده. وبالفعل تاني يوم الصبح طلع على المطعم علشان يتفاجئ بلينجويني نايم ومشغل موتور فيسبا هوجن في مناخيره، فبسرعه ركبه وبدا يتحكم فيه ويوقفه بمجرد ما لمح كوليت جايه من بره، وحاول يفوقه وما فاقش خالص. وكوليت خلاص كانت دخلت المكان وكمان بدات انها تتكلم معاه لكنه طبعا ما بيردش عليها وعمال ينظف وهو في الحقيقه اصلا نايم. وريمي اللي كان بيتحكم فيه ساعات وسالته كمان الشيف قال له ايه ما ردش، ففهمت انه استغلها وبس علشان تدربه. اول ما وصل للقمه رماه من فوق زيه زي اي ذكوري متعفن اخدها لحم ورماه عض. وكل ده وريمي بيحاول يفوقه ويخليه يرد باي حاجه ويا ريته ما رد الرد ده. قامت لازقه قلم مفوقه انا اللي غلطانه واستاهل، كنت اهتميت بنفسه ووصلت انا ورميتك من فوق وسابته ومشيت. ووسط الكلام قالت له انها فعلا معجبه بيه الحاجه اللي خلته يجري وراها ويلحقها قبل ما تمشي، وقرر انه يعترف لها بالحياه وهي انه ما عندوش اي موهبه ولا اي حاجه. وريمي فوق عمال يقول يا رب ما يقول لها، وهو اصلا نينا مش عارف يقول لها ازاي ولا هي فاهمه هو عاوز منها ايه. فريمي حل الليله دي كلها بانه خلاها يقرب منها وكانت هتبخه بالفلفل في عينيه بس شكلها حبت الموضوع قوي وكده. وفي اللحظه دي جوه غرفه اشبه بالتابوت بيدخل سكرتير انطوان ايجو بيبلغه بخبر جديد بخصوص مطعم جوستو اللي على عكس المتوقع من انه افلس مثلا او قفل، الا انه قال له ان المطعم شهرته رجعت زادت من تاني. فقال له واضح كده اني نسيته من اخر مقاله كتبتها عنه وغالبا اتجه للبلوجرز وتعالى يا احمد ويا لهوي يا ماما بيوحوح، وشكله كده عاوز زياره تانية علشان اثبت له انه مجرد امبوستر وبس لا اكتر ولا اقل. وشيف اوزع في الوقت ده كان جاله الخبر من المحامي ان تحليل الدي ان ايه اثبت ان الولد ده يبقى ابن جوستو، بس طمنه انه مفيش اي حد لحد دلوقتي يعرف اي حاجه عن الوصيه دي فما يقلقش، كلها كام يوم كده وخلاص كل حاجه هتبقى ملك. وبالنسبه للينجويني فبدا يتعلق بكوليت اكتر واكتر وبدا يتجاهل سواء كلام ريمي او نصايحه او حتى هو فقريا، لدرجه ان في مره من المرات وهو مع كوليت بالمكنه ريمي طرب الطربوش وما كلفش نفسه حتى انه يدور عليه. وريمي ساعتها اتعرض للخطر سواء من العربيات او حتى البشر نفسهم اللي حاولوا يقتلوه لانه كائن مقزز ومقرف، لكنه كان عارف ومتاكد ان دول بيمثلوا نفسهم وبس مش البشر كلهم زي ما باباه كان بيحاول انه يقنع. وتاني يوم لقى ايميل داخل عليه باصحابه وانهم عاوزين يجربوا الاكل بتاع ايجيبت وكده، رغم انه كان قايل له ما تعرفش اي حد وما كانش عاوز يسرق تاني لولا ان الواد اللي شتم اعضاء الجروب كان معاهم، فغصب عنه راح يجيب او بمعنى اخر يسرق اكل من التلاجة. بس التلاجة كانت لسه مقفوله علشان الصبح وكده، فراح على مكتب الشيف اوزع يجيب المفتاح من هناك وبالفعل لقاه في الدرج ولقى معاه دوسيه كده مكتوب عليه وصيه جوستو، فطلعها وبدا يقراه ولقى فيها ان لينجويني مش بس
بس ابن جوستو، لا ده كمان الوريث الشرعي لكافه املاكه بما فيها المطعم ده. فلسه يفكر يعمل ايه او يتصرف ازاي، لقى الشيف اوزع داخل عليه، قام بسرعه واخد الوصيه في اسنانه وجري بقى على بره. فاخد الفيسبا وطلع وراه وطرده لحد ما قدر انه سبحان الله يطير بالوصيه زي الطياره. اما الشيف اوزع فنزل زرع بصل في نهر السين. فرجع على مكتبه لقى لينجويني في مكتبه بترده بعد ما عرف الحقيقه اللي كان بيحاول انه يخباها، اللي ما كانتش ملكيته للمطعم وبس، لا ده عقارات واراضي في التجمع وزايد وفيلل في الرحاب وحوارات. وريمي طبعا معاه في كل ده، بس للاسف ايميل كان كل يوم يجيب له مع عدد اكبر من العشيره بلس بيج رامي علشان ما يعترض. ولينجويني بدا يتعامل معاه لقاءات صحفيه، ومن اهم الاسئله اللي اتسالها ايه سر نجاحك. فريمي اتعادل كده على اساس انه هيقول اسمه، لكنه الاب يقول ان ابنه جوستو يعني دمه بيجري فيه كرات دم حمراء وبيضه وطبيخ، وان مصدر الهامه الوحيد كوليت، الحاجه اللي ضايقت ريمي جدا منه. وفي اللحظه دي الشيف اوزع كلم مكتب الصحه بلغهم ان مطعم جوستو موجود عنده فار في المطبخ. فقالوا له تمام 3 شهور وهنروح نعاين، لان عاده افتتاح المطعم هتكون بعد 3 شهور، وقفلوا السكه في وشه. ووسط اللقاء الصحفي بيدخل انطوان ايجو وبيقول له بقالك فتره بتلعب لوحدك لدرجه انك صدقت انك فعلا شيف بجد. وفضلوا يردحوا لبعض شويه، اللي هو انت ازاي فود بلوجر وانت شبه خله السنان، والتاني يرد عليه على الاقل احسن من اللي شبه هاديه غالب. وخلص الكلام على ان انطوان ايجو هيجي يوم الافتتاح بنفسه يجرب الاكل، وربنا يعدي يوم الافتتاح ده عليكم على خير. وبعد اللقاء ده لينجويني زعق في ريمي لانه بيشتته وهو داخل على مرحله جديده في حياته مش محتاج فيها لاي تشتيت، ورماه بره وقال له يفكر كويس في اللي قاله له، انه مش فاضله دلوقتي في حاجات اهم منه جايه، وطبعا يقصد بيها انطوان ايجو. وكل ده الشيف اوزع شافه وعرف ان الطباخ الحقيقي هو الفار اللي شافه اكتر من مره قبل كده، وانه فعلا ما كانش بيتهيأله وان الفار ده هو السر الحقيقي ورا كل حاجه حصلت. اما ريمي فبدا يأنب نفسه انه ما سمعش كلام باباه، وان البشر فعلا كلهم زيهم زي بعض، وفعلا هو اللي مغفل. وايميل ساعتها كان جايب بيج رامي والشله، فسالهم لسه جعانين، قالوا له طبعا جعانين لحد يوم الدين. فقال لهم قشطه بقول لكم ايه، روحوا هاتوا العشيره كلها عشاكم لمده اسبوع كامل عليا. وبمجرد ما المطعم قفل دخل من الصرف بالعشيره كلها على الثلاجه وهتك يا تحميل في المخزون كله. وفجاه سمعوا صوت حد بره، فكلهم استخبوا بسرعه، والحد ده بيكون لينجويني اللي كان بيدور على ريمي ساعتها علشان يعتذر له ان اسف على كل حاجه قالها في لحظه انفعال وتوتر. وفضل يحكي له عن الضغط اللي هو فيه وانه ولا حاجه من غيره وكل ده. وايميل العجل اهم حاجه عنده هي كرش وبس، اللي فضل يعبيه عنبايه ورا عنبايه لحد ما عنقود العنب كله اترحل على بطنه، وبدل ما يبقى 6 باكس بقى كله اير باج. ومن تفاصته كان لسه في عنبايه ملهاش اي مكان في بطنه اصلا، فحاول انه يوصل لها قام واقع والعنب كله ضرب في لينجويني، اللي بمجرد ما فتح النور لقى الثلاجه كلها فران. وده معناه ان ريمي كان بيسرقه، رغم انه قال له في اول مره قبله انه بيكره السر. فطردهم على بره وطرد ريمي معاهم بعد ما اكتشف انه كان بيخدعه بيسرقوا الفتره اللي فاتت دي كلها. وقال له لو قربت هنا تاني انت او اي فار فنهايتكم هتكون زي نهايه اي فار بيقع تحت ايد اي بني ادم على وجه الارض. فزعل ومشي بعد ما قال له بابا فعلا معاك حق، كلهم زيهم زي بعض، انا اللي غبي لان من البدايه صدقته وما صدقتك. وبتمر 3 شهور فيهم لينجويني بيحلم بكوابيس لايجو لحد ما كوليت صحته علشان يلقوا خطبه حماسيه للفريق، الخطبه اللي كانت على الله خالص. وريمي بره بيراقبه وصعبان عليه انه يسيبه محتاس كده رغم ندالته معاه. فايميل قال له يا عم فكك مفيش احسن من اللقمه الحرام، ربنا يديمها علينا نعمه. وراح ياكل حته جبنه كده وما كانش عارف انها في الحقيقه عباره عن مصيده فيران. فريمي لحقه بسرعه ودخل مكانه علشان نكتشف ان المصيده دي اللي حطها الشيف اوزع علشان يصطاد ريمي بيها، وخطته انه يحتجز ويطلع من دماغه كل الوصفات الغريبه والعجيبه اللي ابتكرها. ودي اللحظه اللي يجي بيوصل فيها للمطعم، قامت كوليت قايله لهم كلمتين ابرك من 100، وبالفعل بداوا الافتتاح. وراح الجرسون ياخد الاوردر من ايجو الاب يقول له عاوز طاجن سبيشال مخصوص، حاجه كده كلها ضرب نار وحماس. فقال له بس يا حبيبنا ده مش محل كشري سبيشال وخالي ورد والكلام ده، هنا وجبات وبس، وده المنيو اللي هو يعني ده مطعم عادي جدا زيه زي اي مطعم، ما بيعرفش يعمل اي حاجه مخصوص مختلفه من بره المنيو. عندكم حاجه مختلفه ولا امشوا واجيب لكم عمرو بيلا يشمعها لكم؟ فدخل على جوه بسرعه بعد ما اخد نفسه الاوردر من الشيف اوزع المتنكر، قال يعني مش هنعرفه. وريمي كل ده قاعد في شنطه العربيه فاقد الامل والشغف مستسلم لحد ما لقى باب شنطه العربيه بتكسر عليه، واللي كسروه يبقى ايميل وباباه، وبالفعل انقذوه. وبمجرد ما خرج جري على المطعم بسرعه علشان يساعد صديقه وقت الشده، لان ده واجب عليه مهما كان ما بينهم من خلاف. وجوه في المطبخ المطعم كله طالب الطلبات اللي كان بيعملها قبل كده، لكنه مش عارف ولا وصفه منهم، لانه كان مجرد وبس آلة بيحرك ايده، واللي عارف الوصفات كلها ريمي، لكن مفيش اي حد منهم كان يعرف كل ده. فسابهم وجري على جوه في نفس اللحظه اللي بيدخل فيها ريمي من الباب، وطبعا الكل جري عليه علشان يقتله، لكنه لحقه وانقذه وقال لهم محدش
مرضيش يقرب منه ولا يلمسه، وشكروا على رجوعه وقال لهم انا عارف ان اللي هقوله ده جنون، بس في الحياه ده الشيف الحقيقي وانا لا شيف ولا حاجه ولا اعرف اصلا ايه الفرق بين الكوسه والقرع، وانه كان مستخبي فوق بيتحكم فيه وهو اللي طبخ كل حاجه، وهو كمان السبب ان ايجو موجود عندهم النهارده، وطلب منهم انهم يقفوا معاه ويساعدوه النهارده ويشوفوا كل ده بنفسهم، لكنهم سابوه ومشيوا كلهم حتى كليه نفسها وما اتبقاش غيره هو وريمي وبس في المطعم، والمطعم كله بره زباين في انتظار الاكل، وايجو كمان اللي الاكل اتاخر عليه عن المعتاد، فدخل اوضته تاني وقفل على نفسه لان مفيش اي حاجه تانيه في ايده يقدر يعمل. لكن فجاه ريمي بيلاقي ابوه جاي له بيقول له انه كان غلطان وانه كان فاهم لينجويني غلط، ونادى على العشيره كلها وقال له احنا اهلك وناسك وصاحبك ده زي ابني، قول لنا عاوز ايه مننا واحنا بعون الله هنسيب. وفي اللحظه دي مفتش الصحه بيوصل بيلاقي قدامه جيش من الفيران مش فار واحد، فجري بسرعه على عربيته، قام بابا بعت وراه كتيبه 3 تجيبه من قفاه قبل ما يهرب، وبدا ريمي يوزع العشيره كلها كل واحد فيهم يمسك حاجه بعد ما طهرهم طبعا وعقمهم، وبمجرد ما لينجويني شاف اللي بيحصل في المطبخ طلع بسرعه يقدم الطلبات بما انه البشري الوحيد اللي موجود في المطبخ، وريمي هو اللي كان بيوجههم ويقول له كل واحد فيهم يعمل ايه، لحد ما كوليت فجاه رجعت تاني وشافت المنظر ولسه هتقشط لينجويني لحقها فقالت له ولا كلمه، قول لي الفار عاوز يقدم ايه لايجو وانا هساعده، فلقيته بيقول لها انه هيقدم خلطبيطه بالصلصه اللي هي زي المسقعه عندنا كده في الدنيا مصر، فبدات تحضر الوصفه لقيته وقفها لانه هيعملها على طريقته الخاصه مش الطريقه المعتاده، وبدا يوريها تعمل ايه وهو طبعا بيساعدها لحد ما بالفعل خلصوها في النهايه، ولينجويني طلع قدمها لايجو والشيف أزعة اللي ضحك طبعا اللي هو ايه العبط ده جايبين ايجو علشان تاكلوه مسقعه، جاي لكم مطعم الشبراوي وهو، لكن وعلى عكس المتوقع ايجو بمجرد ما اكلها رجع بالذاكره لورا لانها نفس الوصفه والطعم اللي مامته كانت بتعملها له وهو صغير، واستمتع بيها جدا. حتى الشيف أزعة لقى طعمها حلو قام داخل ومزعق مين فيكم اللي طبخ الراتاتو دي، فشاف المنظر ده قدامه ولسه هيصرخ في لحظه رمى في المخزن جنب مفتش الصحه اللي الكتيبه 3 جابته متكتف من شويه، وبعد ما ايجو حرفيا مسح الطبق شكر لينجويني اللي هو الشيف على الوجبه الرائعه دي، فقال له كان نفسه والله يا غالي بس مش انا الشيف، ثواني وهوريهولك، ودخل على جوه طلع بكوليت اللي هي كمان قالت له كان نفسه والله يا غالي بس لو عاوز تقابل الشيف لازم تستنى لحد ما الزباين كلها تمشي، فبالفعل استنى لحد ما الزباين كلها مشيت وفجاه لهم طالعين له بيقدموا له فار على انه الشيف، وفي البدايه كان فاكرهم بيهزروا لكنهم وروه ازاي كان بيتحكم في لينجويني كل الفتره دي، وهو كمان اللي عمل له طبق الراتاتو اللي عجبه ده، فما علقش ولا قال اي حاجه غير انه شكرهم على استضافتهم ليه النهارده وسابهم ومشي. وتاني يوم نشر مقالته فيها الريفيو الخاص بيه عن تجربته الاخيره في مطعم جوستو، اللي كتب فيها ان ناقد الطعام يعتبر هو المتحكم في المطعم اكتر من مدير المطعم نفسه، لانه في ايده انه يرفع المطعم لسابع سما او يخسف المطعم للسابع ارض، وكتير من النقاد زي عمرو بيلا بتستمتع بانها تتصيد اخطاء المطاعم حتى لو كانت غير ملحوظه علشان بس الشو الترند وهم اصلا بياكلوا الفراخ بعضمها، ده غير طبعا اللي لا يفقهوا اي شيء عن الطعام ومجرد وبس انهم ليهم متابعين وقراء فبيتم الدفع ليهم مقابل رايه، وللاسف ما يغفل عنه كل النقاد دول ان فعلا ممكن يكون في موهبه جديده محتاجاهم يكتشفوها لو فعلا بيفهموا الموهبه اللي من حسن حظه ان هو اللي اكتشفها النهارده وكانت بالنسبه له غير عاديه على الاطلاق، موهبه غيرت مفهوم عن الطبخ بوجه عام وفاجئته مفاجاه هو نفسه ما كانش متوقعها ابدا، والاول مره هيعلنها صريحا انه غلط لما اتريق على جوستو لما قال ان اي حد في العالم ممكن يطبخ، وان الطبخ زيه زي الفن شيء صعب انك تتعلمه وتتقنه لكنك ممكن تتولد بيه ويكون كمان بيجري في عروقك مجرى الدم. وبالنسبه لشيف مطعم جوستو الحقيقي فكل التحيه والتقدير له على حسن ضيافته، واكيد دي مش هتبقى اخر زياره ولا اخر مفاجاه، وفي انتظار مفاجات اكتر واكتر في الزيارات القادمه. طبعا الكل فرح بالريفيو ده لكن زي ما بنقول كمصريين يا فرحه ما تمت خلى الغراب وطار، لان مفتش الصحه من تاني يوم قفل المطعم وكمان ايجو خسر شغله ومصداقيته عند الناس واللي اخد مكانه بس كمجمل ايجو ما خسرش حياته لانه بيدير مشاريع تانية كتير جدا بعيد عن الفود بلوجنج والعبط المنتشر حاليا ده، ومستمتع جدا بحياته بياكل احسن اكل من احسن مطعم في باريس مطعم راتاتو، المطعم اللي بيديره لينجويني وكليت وطبعا ريمي اللي ايجو بيجيله يوميا مخصوص يتعشى عنده، ده غير الركن المخصص للفئران واللي لا يقل نظافه واناقه عن باقي المطعم بالكامل. لو عجبك ملخص الجزء الاول وعاوز الجزء الثاني لايك واشتراك وعرفني تحت في الكومنتس وفعل الجرس علشان يوصلك بمجرد نزوله قبل اي حد، ولو بتحب الجرايم فدي قناه مخصصه للجرايم، ولو بتحب القصص والحكايات فدي قناه مخصصه للقصص والحكايات. شرفني بزيارتك واشتراكك وعرفني هناك في الكومنتس انك جاي من فيلم اسبريسو، وكالعاده طبعا اتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريسو. سلام.